السلام عليكم الإخوان. بالنسبة للتراجي ديال مراكش ورزازات، كاين بزاف ديال التحديثات عليه، وكاين بزاف ديال لي كونسين ديال الإجراءات اللي خصها تحترم ولات جديدة في هاد التراجي هذا. توتال انرجي دارت واحد الاناليز دو تراجي جديدة، ودارت واحد التحديثات في هاد التراجي هذا، وطلبات منا حنا كترونسبورتور أننا نديرو اناليز دو تراجي ديال هاد الترونسو ديال هاد التراجي هذا من مراكش لورزازات ديال تيشكا. ومن بين التحديثات اللي جات فيه أنه المدة والأماكن ديال الاستراحة ولات محددة ولات إجبارية، والوقت ديال الانطلاق في الصباح ولا إجباري، وأيضا بعض التوصيات الأخرى. بالنسبة للأناليز دو تراجي درناه 26 في شهر واحد ما بين لاجونس ديال مراكش وورزازات. إذا بالنسبة لورقة الطريق اللي صايبنا، ها هي كما كتشوفوا قدامكم باللغة العربية. اول ورقه فيها غادي تلقاو هي البلان دو فواياج، وهذا البلان دو فواياج اللي ولات واحد الحاجه اللي هي اجباريه. ضروري خص تكون عندك بلان دو فواياج ديرو في اي تراجي درتي، يكون المسافه ديالو 150 كيلومتر اولا 3 السوايع ديال السياقه. 150 كيلومتر، ملي تنقولوا 150 يعني ماشي غير تمشي للرباط، وماشي غير الرباط تكون 100 كيلومتر لا ما نديرش بلان دو فواياج. الرباط خاص تحسبها الي روتور، يعني مشيتي وجيتي خصك دير دو بلان دو فواياج، اولا 3 السوايع ديال السياقه، ولا ديال العمل ديال ليفراسيون خصك تكون داير لها تخطيط ديال الرحله ديالك. دونك بالنسبه لتخطيط الرحله هي هذه، كاين فيها لا دات، الكليان اللي هو توتال، الاسم ديالك راه كنا شفناها قبل، مكان البدايه ديال الرحله والنهايه، المسارات اللي عندك ديال الطريق. لكن اهم حاجه في هذا البلان دو فواياج واللي كيركزوا عليها لي كونترولور ديال التوتال هي الاماكن ديال الراحه، ديال النوم، ديال الاكل اللي خصك تحترمها وتكون مقيدها، التوقعات ديال حالة الطقس في هذاك التراجي ديالك، وتكون حاط واحد البلان ا وبلان بي في هذا البلان دو فواياج. ضروري خصك تكون كدير وتخدم به. اذا بالنسبه للمسار ديال الرحله كيبدا من لاجونس ديال مراكش ديال كاري حتى لورزازات عبر الطريق رقم 9 العابره لممر تيشكا. المسافه ديال التراجي هي 200 كيلومتر. المده ديال الرحله ستكون يومين الا مشيتي نيشان. الا كان بالليفريزون بالانتظار شي 3 ايام اللي خصو يكون. قل من هذا الشيء راك داير شي حاجه ماشي هي هذيك. المسار اللي موصى به هو هذا غادي تلقاوه هنايا في هذا الفاي دو روت. بالنسبه للمدارات الاماكن الحضاريه ولا لي زاغلوميراسيون اللي غتلقاو في هذه، العدد ديالها هي 20 مدار حضاري. كاين اللي متوسطه وكاين اللي صغيره وكاين اللي كبيره بحال مراكش وورزازات. غتلقاو هنايا الاسم ديال المدار الحضاري، المسافه ديالو، النقطه ديال البدايه والنقطه ديال النهايه، لي كوردوني ديالو، والليميتاسيون ديال لي فيتاس اللي فيه 90 كيلومتر 30 كيلومتر في الساعه في لي زاغلوميراسيون. اي اغلوميراسيون سواء كبيره سواء متوسطه سواء صغيره. في هاد الفاي دو روت غتلقاو الاسم ديال هاد لاغلوميراسيون بحال مثلا الشويطر، المسافه ديالها 3 كيلومتر ونص، ولي كوردوني ديالها جي بي اس، البدايه والنهايه. غتلقاو كاع لي زاغلوميراسيون غتلقاوهم الكركوك المسافه ديالها، الشويطر، توامة، توفليح، كلشي غتلقاو منها، زرقتن كلشي، تادات الاولى الثانيه، اغرم، قلموس، حتى الورزازات. المسافه ديالهم ولي كوردوني جي بي اس ديالهم منين كيبداو منين كيساليو. اللي تشوف هاد لي زاغلوميراسيون يعني ليميتاسيون دو فيتاس 30. عاد باش كاين ليميتاسيون دو فيتاس اخرى اللي هي بيرسوناليزي، واللي هي ديال توتال انرجي، هي غنبارطاجيها معكم، بارطاجيها معكم من بعد في الجروب واتساب. كاينين دي ترونسون بحال مثلا من اي تورير للتوامه، كاين دي ترونسون اللي فيهم 40 كيلومتر في الساعه، خصك تحترمهم ضروري. كاين فيهم حتى هما لي كوردوني جي بي اس ديالهم، خصك ديرهم في تخطيط الرحله ديالك باش ملي توصل لهم تكون عارفهم على شي ساعه، وتحترم الليميتاسيون دو فيتاس اللي فيهم.
اذا مورا لي زاغلوميراسيون كاين بعض التعليمات القياده اللي كاينه داخل هاد لي زاغلوميراسيون. دير واحد القياده اللي هي استباقيه ودفاعيه، ترد البال وترد انتيسيبي دوك لي ريسك اللي كاينين في دوك لي زونغل مور اللي عندك. ترد البال لصحاب البيكالات، المطر، الناس اللي كيقطعوا الطريق، السيارات اللي مستاسيونين في الجنب ديال الطريق يقدروا يتحركوا في اي لحظه، خصك تكون راد ليهم البال ولا يتم اليقظه. الشيء الثاني هو الناس اللي عندهم البواط روبوتيزي خصهم في هاد لي زاغلوميراسيون ضروري يكونوا خدموا بالمود اوتوماتيك ايكو باش يقللوا من الاستهلاك ديال الوقود. الاخوان الاخرين اللي كيخدموا الناس اللي عندهم بواط مانيال ضروري يديروا يمشيو بواحد الريجيم اللي هو مزيان، ويسوطيو ما بين لي فيتاس باش تكون واحد القياده اللي هي اقتصاديه. السرعه الالزاميه في هاد لي زاغلوميراسيون اللي خصكم تحترموها هي 30 كيلومتر في الساعه، ردوا ليها البال ديما. بالنسبه هذه كاين صور لهاد لي زاغلوميراسيون كما كتشوفوا هنا، طوموبيلات مستاسيوني، الماطر. فهاد الترونسون هذا كاين بزاف ديال لي رومبون، ردوا ليهم البال ديما، ديما خذوا المسلك الثاني باش ما يخرجش لكم شي موطور على اليمين ديالكم تسدوا عليه الطريق. وايضا تفاداو هذيك السونتر السونتر لا فورس سونتريفيج، هذيك القوه النابضه اللي كتكون في المركز ديال الرومبون ديال الفيراج. كاين دي زاغلوميراسيون اللي هي الطريق فيهم ضيقه بحال حتى التزليده، العرض ديال الشانطي مضيق، ديما ردوا ليه البال يقدر يخرج اي واحد على غفله. ايضا الكيران والطوموبيلات اللي تكونوا مستاسيونين في الجنب ديال الطريق كيكون المسافه ما كتكونش كافيه كما كتشوفوا في هاد التصويره هذه. الشيء الثاني واللي هو مهم واللي هي المحطات ديال الاستراحه اللي ولاو الزاميين، خصكم ديروا استراحه ديال ساعه المكانه في احدى هاد المحطات هذه. الاولى اللي غادي تلقاو قدامكم ملي تخرجوا من مراكش هي محطه توتال انرجي تابوهيت، ها لي كوردوني جي بي اس ديالها اللي غتلقاوها على اليسار ديالكم، يعني في الاتجاه الاخر غدير رومبون غترجع ليها. كاينه الثانيه هي ديال الشويطر، ها هي، ها لي كوردوني ديال جي بي اس كاينه في الاتجاه ديالكم في اليمين ديالكم. كاينه الرابعه اللي زدنا حنا كاري، واللي قلت لكم باش تعطيونا شي ستاسيون بغيتو فيه، ولكن حتى واحد ما تجاوب معنا. ستاسيون اللي بانت ليا انها مناسبه هي وينكسول اللي كاينه في امغران في الاخر ديالو، الرومبون اللي كديكم الايتورير، ها لي كوردوني جي بي اس ديالها. هاد لي ستاسيون ضروري خصكم ديروا فيهم ساعه المكانه في شي واحد فيهم قبل ما تشد الطريق ديال تيشكا. الا ما درتيش هاد البوز هذا ما روبوتيش فيهم عندك انفراكسيون. توتال دخلاتهم في السيستم في ميكس تيليماتيك، الا ما وقفتيش في شي واحد فيهم ساعه ديال المكانه عندك انفراكسيون. قل من ساعه، واخا توقف قل من ساعه بدقيقه وزدتي عندك انفراكسيون. ضروري خصكم تحترموا هذه المساله هذه. المساله الثانيه اللي خصكم تحترموها هي في الديبار في الصباح ما خصكش دير الديبار مع 5 الصباح. ما بين 5 و 6 الصباح ما ديرش الديبار، انتردي، ما تروليش في ديك الوقيته. وانت من الاحسن خليها حتى 7 الصباح عاد باش دير الديبار ديالك، باش تيفيتي داك الريسك ديال الفيرغلا اللي كيكون في هذا المقطع الطرقي ديال تيشكا. دونك ستاسيون هو هذا التصويره ديالو، راه كاين البلاصه فين تصليو المسخون. كاين هذا الفيلاج ديال امغران اللي كاين هنايا، راه فيه بلاصه الماكله منين تقداو. وكاين هنا هذا الاتجاه هذا راه كيديكم الايتورير. هذه هي التصويره ديال الستاسيون. ها هي بلاصه الصلا، بلاصه المسخون، كلشي كاين. باركين كاين اللور كبير فين ستاسيونيو. بالنسبه لي ريسك اللي كاينين في الطريق من غير لي زاغلوميراسيون، كاين عندكم بزاف ديال المنحدرات اللي هما فيهم الطلوع والهبوط اللي طوالين. اول منحدر اللي هو طويل اللي هو في اتجاه ديال الصعود، اللي هو من تادارت جوج حتى تيشكال فوق، المسافه ديالو 13 كيلومتر. كاين فيه بزاف ديال المنعرجات، كاين فيه الريسك ديال الفرقله، راه كتعطل في هذا الترونسون هذا كتبقى حتى 10 الصباح، كيبقى الريسك ديال الفرقله في الجناب ديال الطريق. ها لي كوردوني ديالو
جي بي اس ملي كيبدا وفين كيساري. بالنسبة للنزول راه كيبدا من تيشكا حتى لإغرم 12 كيلومتر، ها لي كوردوني ديالو. هاد الترونسون ديال النزول راه فيه جوج ديال لي زاغلوميراسيون، كاين عندكم أقلموس فيها الفيراجات، وكاين عندكم إغرم راه حتى هي فيها النزول والفيراجات. نردو ليهم البال. بالنسبة لآخر فيراجات ونزول، ماشي آخر، اللي قبل من الآخرين كاين من أكويم، كتفوت أكويم كتلقى واحد النزول ديال تيسلطاي حتى الفيراج ديال تيسلطاي، المسافة ديالها هي كيلومتر ونص تقريبا. ها لي كوردوني جي بي اس ديالهم غتلقاهم في هاد الفي دو روت. بطبيعة الحال هاد الفي دو روت راه كتجبدها قبل ما كدير الديبار ديالك، غنبارطاجيها معكم في الواتساب. ملي كتكون دير التخطيط ديال الرحلة كتستعان بهاد الفي دو روت. هاد التصاور ديال هاد المنعرجات، ها هي هنا الجي بي اس ملي كتبدا ما فين كتسالي، راه فيها ديزاغلوميراسيون وسط هاد المنعرجات والهبوط، راه تلقاو ديزاغلوميراسيون. بالنسبة لآخر فيراجات وهبوط وطلوع غتلقاوهم من الخرجة ديال تيزنتوت حتى لهداك السيد اللي كيبيع الفخار على اليسار ديال الطريق في الاتجاه ديال ورزازات. المسافة ديالها 3 كيلومتر تقريبا. البداية ديال الكوردوني جي بي اس ها البداية ها النهاية. هاد الفيراجات في هاد الترونسون هذا راه مضيقين، وفيهم فيراجات مضيقين بزاف. إلا تلاقيتي مع شي كاميو في هاد الفيراج راه الله يستر وما رديتيش البال، راه تقدر تساطح معاه بلي روتروفيزور. بالنسبة للتعليمات السياقة في هاد لي فيراج وفي هاد الهبوط، ديما تحافظ على واحد المسافة ديال الأمان اللي هي زايدة مضوبلة في الهبوط ولا في الطلوع. استعمال ديال الوضع اليدوي بالنسبة للناس اللي عندهم الباط روبوتيزي، ضروري دير المود مانييل سواء في الطلوع ولا في الهبوط. في الهبوط باش تطلع الرونفلاج ديال الموتور وتخدم لك رولونتيسور بواحد الافيكاسيتي، وفي الطلوع باش يكون عندك واحد البويسونس في الموتور ما يفشلش لك الموتور في الطلوع. الا خليتي اوتوماتيك ايكو غادي يبدا يشونجي دغيا وغادي يفشل. بالنسبه للهبوط ايضا تستخدموا لي رولونتيسور ولا لي فران سير ايشابمون. الا كان هذيك البلاصه كيصب فيها الثلج، ديك الوقيته كيصب الثلج ولا كاين الفيرغلا، حاولوا ما تستخدموش لي رولونتيسور. بالنسبه للفيراج ديما بعدوا على المركز ديال الفيراج باش تفاداو ديك القوه النابضه، بحال مثلا الفيراج اللي عندكم في التصويره ها هو داير على اليسار. المركز ديال فورس سونتريفيج هو هذا اللي فيه هاد الشرطه اللي درت لكم. ديما انت تشد اقصى اليمين، كثر ما بعدتي على المركز ديال الفيراج كثر ما بعدتي على التاثير ديال القوه النابضه. القوه النابضه ما كتاثرش فيك. ثاني قبل الفيراج كسيري شويه في الفيراج بشويه، ما تكسيريش بالجاد باش يبقى ديما التماسك ديال العجلات في الطريق. جامي تفراني وسط الفيراج. هذه من الاشياء اللي نتوما راه عارفينها، غير التذكير بها. بالنسبه لبعض الاخطار الاخرى هي الانهيارات الصخريه اللي كتكون في هذا الطراجي هذا واللي هي كثيره خصوصا في هذا الموسم ديال الامطار. اول انهيار صخري اللي بان لي في الطريق هو قبل الفيراج ديال توفليحت، ها هو لي كوردوني جي بي اس ديالو، هذا هو التحتاني. الثاني هو اللي كاين في تزليده، ما بين تزليده وتهدات، ها لي كوردوني ديالو. الثالث هو ما بين تهدرت واحد وتهدرت جوج، راه كاين هنا بزاف ديال لي ديفياسيون بسبب الانهيارات. والاخراني هو اللي كاين من وراء الكول ديال تيشكا، من وراء المرتفع ديال تيشكا راه غادي تلقى واحد الديفياسيون فيها انهيار ديال هاد التصويره ديالو. هاد التصاور ديال بعض لي زاغلوميراسيون، بعض البلايص اللي فيهم انهيارات. بالنسبه للتعليمات هو دير واحد القياده اللي هي تشوف بعيد شنو كاين في الجانب ديال الطريق والجبل كيفاش داير، وديما توقع بانه غتكون شي حاجه ماشي هي هذيك. بالنسبه للقناطر اللي مضيقين كاين عندكم جوج في الطراجي هذا اللي خصكم تردوا لهم البال، هو واحد من ورا الشويطر في واد الزات، ها لي كوردوني جي بي اس ديالو. والاخراني في تيزنتوت غتلقاو هو الواد المالح.
هاد التصويرة ديال الأولاني، الشارع مضيق، إلا تلاقيتي مع شي كاميون من الوسط غتقدر تساطح معاه بلي روتروفيزور، من وراه مباشرة غتلقى واحد الفيلاج، واحد لاغلوميراسيون 30 كيلومتر في الساعة. القنطرة الأخرى هي الواد المالح اللي كاين في تيزنتوت، ما بين تيزنتوت وواحد الفيلاج آخر، ملاصقين مع بعضياتهم، كيكون فيهم حتى لي باساجي دايزين حتى لي بييطون، وسط القنطرة دايزين معاكم في الطريق والقنطرة مضيقة. دونك ديما نقص السرعة ورد البال. بالنسبة لي طرونسون اللي فيهم الفيركلا، كاينين بزاف هاد الطراجي خصوصا في هاد الوقت اللي فيه الحال بارد. تشوف ليه حتى لي كوردوني جي بي اس ديالها، تا دارت واحد تا دار جوج ما بيناتهم، راه كاين بزاف ديال لي طرونسون. ما بين تا دارت جوج والهبوط ديال الإغرام راه كلهم فيهم لي زون اللي كيكون فيهم الفيركلا، كيما كتلاحظوا في هاد التصويرة هادي. ها هو هنا راه مع جوج النهار صورتها، وشوف الجنب ديال الطريق كي داير، شوف الفيركلا كي باقي، شي ريسك كي داير. دونك ديما ردوا البال، ما ديروش شي فريناج اللي على غفلة ولا يكون قاصح. كود فولون، ما تخدمش لي روطاردور ولا لي رولونتيسور في هاد المناطق هادي. دونك كلهم راه كاينين لي كوردوني جي بي اس ديالهم، ردوا ليهم البال، دخلوهم تا هما في بلانيفيكاسيون ديال التراجي ديالكم. ها انت شوف لاحظتي الفيركلا كي دايره. تذكير بعض التعليمات، ديما تجنب الفرملة ولا التسارع المفاجئ، ما تكسيريش حتى بالجهد ولا تكون واحد الاكسيلاسيون اغريسيف ما ديرهاش. دير لي رولونتيسور ما تخدمهمش، لي رولونتيسور كيزيدوا في الريسك ديال الكليساج. حتى لاكسيليراسيون تكون بواحد الطريقه اللي هي سلسه، ما تكونش عنيفه. اذا تقراو مزيان هاد الفوي دو روت، تقراو الخلاصه ديال هاد التراجي هذا. دونك هادو هما لي ريسك اللي كاينين. بعض التعليمات الاضافيه: اعتماد واحد القياده اللي هي وقائيه واستباقيه في الهبوط، استعمال مبطئات الا ما كانش الطريق غليسون، ديما شد اقصى اليمين في الفيراجات على حساب الاتجاه ديال الفيراج. في الطلوع دير ديما المود مانييل، خلي الموتور خدام بواحد التور د موتور اللي هو مزيان ما يفشلش لك. في الهبوط حتى هو التور د موتور يكون طالع شويه باش تخدم لي رولونجيسور مزيان. في الفيراجات ديما بعاد على لا فورس سونتريفيج باش ما يبقاش لك شي، باش ما ياثرش لك هذيك القوه النابضه في الفيراج. وفي لي رومبو داخل التجمعات الحضريه ديما رد البال لي بيطون لي بيسيكليت اللي كاينين، ولي دوك لي فيكيل اللي مستاسيونين في الجنب ديال الطريق. الاغلبيه ديال هاد المدارات الحضريه هما مضيقين، والناس ماشي تيتعاملوا مع ديك القطعه ديال الطريق بواحد الاستهتار. ديما انت كسائق مهني رد البال هادشي، ديرو في الحسبان ديالك. بالنسبه لي رومبون ديما شد المركز ولا الفوا الثاني باش تبعد على المركز ديال الثقه اللي كاين في الرومبون، باش تقطع الطريق على دوك الطوموبيلات اللي كيدوبلوك على اليمين ديالك. دونك هنا غتلقاو بزاف ديال التعليمات، قراو هاد الفوي دو روت مزيان. بعد التعليمات قبل اي انطلاقه ديما دير الكونترول ديالك قبل اي ديبار، تيست ديال الفريناج ديال لاطلاج، تخطيط الرحله ديما ديرو قبل اي رحله. وفين ما توقف ديما دير البلان بي، عاود دير الميزاجور ديال ديك تخطيط الرحله، لان ما كاينش شي رحله ثابته، ديما كاين فيها بزاف ديال المتغيرات. اكسيدون، الكليان تعطل عليك ما ليفراكش في الوقت، ديما كتبدل. دونك انت ديما بدل، ديما بدل البلانيفيكاسيون ديال التراجي ديالك. فيما تكون شي حاجه ماشي هي هذيك، ديما بدل بلانيفيكاسيون ديال التراجي. ديما سياقه اقتصاديه ودفاعيه. مده العمل اليوميه الاقصى 12 ساعه، السياقه الاقصى في اليوم 9 السوايع، الراحه ولا السياقه المتواصله 4 السوايع ونص، الراحه الالزاميه موراها 45 دقيقه. ودابا حنا مقبلين على رمضان، مده ديال السياقه اللي كتكون متواصله هي ساعتين، ما ديرش 4 السوايع ونص، دير ديما ساعتين. والمده ديال الاستراحه 30 دقيقه في هذا رمضان. بالنسبه لارقام الطوارئ راه هي هذه غتلقاوهم هنا.
الأرقام ديال الشركة في حالة كاين شي مشكل ولا بلوكاج ولا أكسيدون، أرقام ديال الناس ديال توتال نتايما غتلقاهم هنايا. بالنسبة لوقعت لكم شي حادثة، ها هي بعض الإجراءات اللي خصكم ديرو: ديما توقف المركبة ديالك بواحد الطريقة اللي ما كتعيقش حركة السير، طفي المحرك، أي أوبيراسيون ديال ديشارجمون تحبسها، دير الإخلاء ديال المنطقة. المهم هاد التعليمات كلهم قراوهم. دير المثلث قبل 200 متر في كلا الاتجاهين، في قدامك وفي وراك. اتصل بتوتال انرجي بدوك النوامر اللي عطيناك، اتصل بالشركة، اتصل بالناس ديال السلطات. بالنسبة للإنذار المبكر في حالة إلا وقعت لك شي حادثة، اتصلتي بالإسعاف ولا بالناس ديال البومبية البوليس، ديما تحدد الموقع ديالك بالضبط، تعطيهم الموقع ديالك، الإحداثيات ديالك، توصف لهم هذاك لاكسيدون كي دايره، الوضع ديالو، الإصابات البشرية، الأضرار المادية، الفويت إلا كان عندك في ديك السلعة ديالك، توصفو بدقة شنو هو النوع ديال الفويت والخطورة ديالو كي دايرة. تشرح لهم المادة اللي انت هاز ولا ديك المارشونديز، الماتيير ولا ديك المادة اللي انت هاز بالضبط، تذكر عدد الضحايا وعدد المركبات اللي انت مديرين معاك لاكسيدون. واهم حاجة هو انك ما تقطعش المكالمة مع هاد السيد اللي انت عيطتي ليه ديال الإنجاب حتى تقول ليه واش ممكن نقطع. هذا هو المسألة الضرورية، تقول ليه واش ممكن نقطع، يقول لك صافي قطع باش قطع المكالمة، ولا تخليه يقطع هو باش المكالمة كتسجل وكياخذها بعين الاعتبار. ملاحظة هامة: إلا ما كنتيش عندك واحد التكوين في الإسعافات الأولية وكان حداك شي مصاب، حاول ما تقربش ليه باش ما تفاقمش الحالة ديالو، واستعمل، ضغط على هذاك البوطون SOS اللي عندك في لاكابين. إلا كنتي في حالة خطر ما تنساش دير هاد SOS تورك عليها. إذن الإخوان، هادشي اللي كاين في هاد الجديد في هاد التراجي ديال مراكش تيشكا. وهاد الفيديوهات راه غنبارطاجيها معكم في جروب واتساب باللغة العربية، ونبارطاجي معكم حتى ديال توتال، لأن كما قلت لكم فيها شي ترونسون اللي ما بين اغلوميراسيون طريق خاويه، ولكن هما دايرين فيها تحديد السرعه ديال 40 ولا 46. حتى هي ديروها في البلانيفيكاسيون، بلانيفيو هاد التراجي ديالكم، وحدوا هاد الاماكن اللي فيهم ليميتاسيون دو فيتاس وهاد الاخطار اللي كاينين في هاد التراجي قبل ما تشد الطريق. وطريق السلامه للجميع.